السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرؤية التي أتحدث عنها الليلة إن شاء الله هي رؤية الحقائب، وكثير منا يرى الحقيبة إما حقيبة يد أو حقيبة سفر. فالحقائب عامة ترمز إلى المستقبل، والحقائب إذا رأيت حقيبة مجرد رؤيتها ترمز إلى أسرارك أنت المكنونة وترمز إلى الفأل الحسن، وترمز إلى إلى السعادة، لأن الحقيبة تطوى يعني بتخبي اللي جواها، فهي بتعبر عن الأسرار. طب حقيبة السفر اللي بيسافروا بيها، لا ده هي بترمز ان انت ان شاء الله ربنا هيرزقك بأعمال، وفي مشروعات كتيرة هتخش فيها، بس بشرط انت عندك ضغط لا يتوقف، لان لك اهداف كثيرة ومتعددة. ورؤية حقيبة السفر كلها خير لك، المطلوب منك انك تصبر وتتأنى. طيب، واحد لقى نفسه او واحدة لقت نفسها ماشي في الشارع او في الطريق معاه حقيبة السفر، بتشير الى ما تكتمه في نفسك انت ولا ترغب في الافصاح عنه. يعني معناها وانت ماشي في الشارع او راكب المواصلات ومعاك الحقيبة في ايدك، معناها ان في سر جواك انت مش عايز تقوله لا لابوك ولا لامك ولا لزوجك ولا لاختك ولا اي حد. طيب لو واحد بقى ما شافش حقيبة، لا دول اتنين يحمل حقيبتين اتنين، دي عبارة عن ان هذا الشخص لازم ندعي له. ليه؟ بيتحمل مسؤولية كبيرة، بيتحمل مسؤولية كبيرة. طيب لو كان انسان شاب او رجل يحمل على ظهره حمل كده، والحمل ده عبارة عن حقيبة، بس حقيبة نسائية، نقول هذا الرجل يتحمل هموم او ماديات، يعني يجب على من حوله ان يقدم له المساعدة. طب في واحد بيقول انا شلت في ايديا او حملت على كتفي او ظهري حقيبة تقيلة، نقول له انت عندك مشاكل، والمطلوب منك انك ترفع ايديك الى الله عز وجل وتدعوه ان يخفف عنك او يزيل عنك الهموم. طب حقيبة اليد للست المتزوجة، لو اي واحدة متزوجة معاها حقيبة يد، هي عبارة عن التخلص من الهموم والتخلص من الازمات. طب اذا كانت الست ديت بتقول انا شفت حقيبة، والستات بيركزوا قوي، لقيت الحقيبة اللي انا ماسكاها ديت حقيبة حمراء، نقول معناها ان في تفاهم وفي علاقة ود ومحبة بينك وبين جوزك، حافظي عليها. طيب واحدة ست بتقول انا اشتريت شنطة، يبقى شراء الشنطة او الحقيبة للمتزوجة عبارة عن ربنا هيرزق جوزها ببيت جديد لها والاولاد، تحمد ربنا. لكن الفأل السيء في الشنط هو ان الشنطة بتضيع. يعني ايه الشنطة بتضيع؟ يعني شنطتي كانت موجودة على المكتب وما لقيتهاش، شنطتي كانت في السيارة وما لقيتهاش، وانا عمال ادور عليها. ده عبارة عن اسرار خاصة بيك ستكشف عند الناس. طب الحقيبة السوداء، الحقيبة السوداء انك انت هتحقق اهدافك وطموحاتك بعد تعب، لكن هتحققها ان شاء الله. طب لو كانت بنت عزباء، البنت العزباء ترى الحقيبة السوداء، يبقى قرب زواج لها، وسوف تتزوج من شاب صالح تقي امين يسعدها ان شاء الله. طب لو واحد او واحده لقت حقيبه بتاعته طبعا او بتاعتها، بس فتحت الحقيبه، بص يا سيدي، فتح الحقيبه في المنام هي عباره عن نتيجه، او بيسموها العلماء ثمره لجهدك واتساع رزقك، ان شاء الله ربنا هيوسع عليك. طيب حقيبه يد او حقيبه سفر بس مليانه ملابس، لو حقيبة يد او سفر مليانة ملابس وكانت الست اللي شافتها واحدة حامل، يبقى دي بشارة بقرب ان ربنا هييسر ويأتي مولود سعيد. طب لو كانت واحدة حامل، لو كانت واحدة حامل وعندها حقيبة يد او سفر مليئة بالملابس، ديت بتشير الى ان السعادة قادمة لها، وهي الست ديت بتفكر في شراء ملابس المولود الجديد سواء كان ذكر او انثى. طيب حامل ترى حقيبة حمراء، دي شيء عجيب، يعني الحامل التي ترى حقيبة حمراء بيقولوا عليها اذا رأت حقيبة حمراء ولادة بنت. طب واذا رأت زرقاء ولادة ولد، بناء على امور كتيرة يعني. طب حامل حد اهداها شنطة، دي اعظم ما في الرؤى كلها. اذا كانت هناك امرأة حامل وحد اهداها شنطة، احمد ربنا، ولادة ميسرة. هذا واسأل الله الواحد الاحد الفرد الصمد ان ينعم علينا وعليكم بالامن والامان وراحة البال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.